عصمت كاظم الشهير بأفندينا، وده الشاويش محمد ومعاه الشاويش طلبة واقفين بيراقبوه، وعاملين واحدة من أقدم الخدع في التاريخ، إنهم يقفوا ويفتحوا كبوت العربية ويقعدوا يتفرجوا على بعض. طب بص على الموتور يا اسطى طلبة، لا وهو بيلف وشه علشان يوريهم يعني. هو بعينه أفندينا. انت متأكد يا شاويش محمد؟ تفتكر واخد باله مننا ان احنا بنراقبه؟ بس هياخد مننا ازاي؟ احنا واقفين كأي مواطنين عاديين فاتحين الكبوت وبنبص عليه. هو افندينا بيروح عند عربيته، بيختفي ورا العمود شوية وبعدين بيفتح العربية وبيطلع، والشاويش محمد والشاويش طلبة بيطلعوا وراه. لكن هو مركبش العربية، انقسم منتوزيا ورا العمود وفي نسخة منه ركبت العربية. ضحكت عليك يا شاويش محمد. ودي النسخة بتاعت عصمت اللي الشاويش محمد والشاويش طلبة فاكرين انهم بيراقبوه. والله انتوا بتراقبوا بعض. وماله عامل زي الكونت دراكولا ليه كده؟ عصمت بقى بيلبس لبس تنكري وبيمسك سبت خضار في ايده وبيطلع من بره ياخد تاكسي علشان يروح المقر السري للعصابة. والنسخة بتاعت عصمت في نفس الوقت بتروح البيت عنده كأنه مروح عادي. منور يا شاويش محمد. وبعدين يا شاويش محمد أو دخل زي كل الليل هنا. معلش نرابط له قيمة ساعة كمان. تحيا مصر يا شاويش محمد. بس يعني راجل قليل الذوق، واقفين بنراقبه بقالنا قد ايه الا لما عزب علينا بدور شاي ولا حاجه. تيجي نطلع. بيوصل عصمت لعزبه الراجل الكبير زعيم العصابه اللي شغاله في تهريب الفلوس، وبيديله 50,000 جنيه علشان ينقلهم على لبنان. ضرب الحمار اللي هيسافر بيهم. ايه ده احنا بنستخدم اللغه دي في العصابه؟ حمار؟ وكمنه شغال معانا يعني يبقى حمار؟ واللجام والبردعة الحمار المرة دي هيكون كامل له. وبيتفقوا على واحد اسمه ابراهيم اخو لميا زي كمال ابو ريا كده، ويوصل له هدية كويسة. لازم يكون مثل لبيته وحياة طنط كيمة اللي عمري ما احلف بيها باطل. انا كان نفسي طول عمري اعرف مين طنط كيمة دي. وده الكباريه اللي بيديره عصمت افندينا، وقمار بقى ومنكر وحاجات من دي. وقدريه هانم خسرانه وطلعان عينها وبتروح علشان تاخد فيش ب 100 جنيه عن نوته. 100 جنيه تحت أمرك. مش معايا دلوقتي، ايدهم على الحساب. لا ايدهم انت فين عم محمد البقال؟ ببيع جبن انا. هكتب لك شيك. لا شيك ايه، انا مصدق انك بتعرفي تكتبي بس مفيش شيكات برضه. توتو على كبوتو. يا اما تروحي لافندينا. فبتروح قدريه هانم وبتسال ديورس الجرسون عن افندينا. فنديكوا فين؟ مشغول مع الست. بص بتقول له افنديكو مش افندينا. افنديكو انتوا مش افندينا كلنا. مشغول مع الست سمر. حرام من قدك يا عم. مراتك متمتعة بعطف صاحب الشغل. منور يا عم ديورس. بيقول لك مشغول مع المدام. حضرتك مشغول في ايه دلوقتي؟ دي سمرة بقى مرات الجرسون. ربنا يكون في عونه بقى ضغط الشغل وكده. عم ديورس اصله عنده ديسك. ايه ده؟ ومدام قدريه كمان. يا جماعه هو الضغط كله على افندينا؟ الراجل انسان برضه، حسوا بيه شويه. قدريه هانيم جايه علشان تستعطفه، يديها فلوس تلعب قمار. انت ايه يا اخي؟ مفيش رحمه. خلوهم يدوني فيش ب 100 جنيه، انا خسرانه كتير الليله دي. طب ما انت خسرت كل فلوسك، يعني شرفك بيعمل معاكي ايه؟ ما انت يلا بينا. ايه رأيك؟ اقطعهم. قطعهم. الشيكات. بيتكلموا عن الشيكات اللي مدام قدريه عماله تكتبها. بص بيقطع الشيكات وبينور النور الاحمر. لا كده مش بيقطع الشيكات بقى. بس انا مش فاهم ايه موضوع النور الاحمر في فيلم ابيض واسود يعني. لقطه ملهاش اي لازمه، ما فيش الوان اصلا. انا بصل. يا جماعه هو في شخص فعلا مشهور بانه الحمار؟ فتاتك الرأس الجديد ما فتيش حاجة يا عصفور. لو تعرف شهرتك في الكباريه ايه، السعاده اللي على وشك دي هتروح. وسمره بتطلع، لكن الحارس الشخصي اللي واقف على الباب بيقول لها انت مش شايفه؟ اوعى من وشي. النور الاحمر والع يا ست سمرة وفندينا مشغول. ايه اللي النور الاحمر والع والفدينه مشغول يعني؟ بيحمض صور جوه يعني؟ يا نهار اسود، دي افلام متحركه. قدريه هاني. لا مؤاخذة، أصلنا كنا بنناقش أحوال المواطنين في دولة مالطا. طبعا بقى سمرة متعصبة بتقول له أنت بتخوني يا عصمت؟ بتخوني؟ يعني أنا سايبة جوزي على البار تحت قاعد بيسمع كلمة من اللي رايح ومن اللي جاي وبخونه معاك فتخوني؟ طب قدر التضحيات يا أخي. إيه ده؟ لحظة واحدة، دي أكيد طنط كيمة. اخيرا شفتها. الخيانات اللي من ورايا ومستحملها كمان قدام عينيا. يا خاين يا خاين لو بتقدرش. انت ايه يا اخي؟ خلي عندك شويه شرف. كنت بتخلص من نزوة. كنت حاسس ان قدري ابوها على قلبي. اشيلها ولا اسيبها تعلم وتترك اثر. يا عيني طلع مظلوم الراجل وبيضحك. طب ومنور النور الاحمر ليه كنت بتشلها ازاي ده؟ وبنعرف ان كان في علاقه قديمه ما بين سمره غير العلاقه اللي موجوده دلوقتي. العلاقه دي اسفرت عن طفله، والطفله دي عم ديورس اللي هو درويش كاتبها باسمه علشان ما ينفعش عصمت حفيد كاظم باشا يتجوز سكينه
فينا الفقي. لدرجه انك ما قبلتش ان بنتنا تتنسب لك، واضطر ديورز ينسبها لنفسه مضحي قوي ديورز، ويزور في شهاده الميلاد. مزور قوي ديورز. وعمل كده علشان خاطر مين؟ لولا العبد لله كنت هتلاقي فين جوز سوري زيه متحرر. اوبن مايند عم ديورز، الاوبن مايند عارف كل حاجه وساكت. هنلاقي لك فين كيس جوافه تاني غير عم ديورز؟ وبنتك اهي لقيت لها اب، وانا هبقى اجي ازوركم يا سمره. الحب اللي بينا اكبر من الجواز. ده الكلام اللي بيقوله اي حد لواحده فيمينيست علشان يعني واخد بالك انت. وبعدين بيسمعوا صوت لميا بيجلجل في الكباريه عماله تلولو. دي بتشحت دي ولا ايه؟ ايه اللي عطشانه؟ كوبايه ميه يا ابني. الفنانه عندها زغطه. فنون جنون برضه. عصمت بيحب لميا، لكن لميا كارفه العصمت وماشيه مع شوكت. اوعى متضايق عشان غنيت لي يا شرشر. شرشر ده الوظيفه بتاعتي. لا شرشر مش متضايق برضه، يتضايق من حاجه زي دي. انت فنانه برضه وليكي جمهورك. هم الناس بتبص مع بعض علشان ايه؟ عشان الراجل اللي نفسه يحضن واحده ست ومش قادر يحضنها وهو بيرقص معاها فرصه. نصحى. انت دايما سيد ظن في الرجاله. الرجاله مقبوله منك. قوم ارقصي معاها لغايه ما اتكلم في التليفون. رجوله شرشر ما شاء الله، اسمه وفعل. لا وشهريار جامع حريمه جنب بعض وبيرقص معاهم الاثنين. السعد وعد يا بنصب مجوش على الجمال كله. بس يا حمار روحي معايا يا سمرة، روحي خد انت هتبص لنا. خد يا عم منور يا حمار. انت بتعمل ايه يا جزماج انت؟ لمعان براق يا عيني، محروم من حنان الام. والمفروض ان سمرة بقى تسحب الحمار على البيت علشان يحطوا له الفلوس لانه مسافر لبنان. نفسي افهم مسافر لبنان تنيل ايه؟ انت مسافر بكره بيروت؟ في طياره الفجر. مسافر يعمل ليزر لشنبه وبيقول لها هتسبقه وهو هيتصرف مع ديورز. خد دول. ايه ده؟ لا معلش افندينا بيدفع 50. لا بقى ما تفاصلنيش بعد اذنك، انا مسعر شرفي. قال ايه بقى؟ بيديله فلوس علشان يقعد يستنى مكالمه هتيجي من فقوس. فقوس اصلا ما فيهاش تليفونات. عارفك بداب. خد كمان ال5 جنيه دول. والله قليل يا عمده، والله ما ينفع الكلام ده. انت عشان زبوننا بس واول مره تيجي، بس بعد كده بالتسعيره. هو بقى معتقد نفسه انه دون جوان زمانه وزع جوزها وقاعد معاها، والعصابه اصلا كلها متجمعه في الاوضه اللي جنبه بيحطوا له الفلوس في الهدوم. اللي مستني الطرنق اللي جاي لي من بابوت. عم ديورس زهق من الانتظار وجالك بنفسه وبيقول لهم لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى الا لو دفعت 50 جنيه هندسه. طلب مني طلب ايه؟ انه ياخد دروس في الرقص. وياخدها هنا ليه في السر؟ انت مشكلتك يا عم ديورس في السر ولا في العلن؟ بس دروس الرقص عادي. اوبن مايند ورجوله وديورس يا سلام. وحاطط لك 10 جنيه. 10 قلنا 50. اتعب الدرس الاول. 10 جنيه 20 جنيه يا دوب. انت معكش خمسينات ولا ايه؟ 20 جنيه. روح الله عليك اسيبك. انا هسيبك لعذاب ضميرك. برافو عليك يا عم ديورس، مفيش اوحش في الدنيا من عذاب الضمير. كده احنا خدنا 20 جنيه هنا و15 في الكباريه. لا مربوحه يعني بما انه ما عملش حاجه يعني. والحصاوي بياخد شنطه وبيخلع على بيروت على طول، ومن بيروت على فقوس وما تجيش هنا تاني. انا صدقت انك جوزها صحيح. في الحقيقه انت تلك. التكرار يا بنتي يعلم الحمار. عن اذنكم لما اخش انام. تصبح على خير يا عم ديورس. لا رجوله ومبادئ واخلاق وشرف. العمده بيوصل بيروت. قول لي يا حضرتك هو البار ده ايه؟ البار على طول كده. طب اسال على الجيم، طب اعمل اي حاجه. لا وناصع بيسيب شنطه، بييجوا العصابه يقصقصوا الهدوم وياخدوا الفلوس. ومندوب العصابه بيروح لابراهيم اخو لمياء علشان ابراهيم ضرب على فلوس 5000 جنيه من فلوس العصابه. يا راجل دي فلوس حرام، حد يعمل كده يعني؟ فندينا كمان بيسلم عليك وبعت لك هديه. بس خلاص متضربش تاني، الصوت عالي جدا مش قادر استحمل. والبوليس بيجيب لمياء علشان يقول لها كل حاجه. اسمك لميا سكر؟ ايوه. اسم على مسمى. سلع انتوا جايين تشتغلوا ولا جايين تعملوا ايه؟ بيقول لها اخوك ابراهيم كان شغال مع عصمه كاظم. هو ده؟ لا يا باشا مش هو، انا اخويا ابراهيم ما كانش مخرم كده. دي نتيجه التعاون مع عصابه افندينا. ايه يا عم ريهام سعيد انت؟ ده وقته. مبسوطه من نفسك دلوقتي؟ انت نموذج حقير انت واخوكي. ضربوه 6 رصاصات. 6 رصاصات؟ ايه الفراغ ده؟ البوليس بيقول لها انها لو تعاونت معاهم هتاخد بطار اخوها اللي مات مخرم، وان الحل في اخوها اكرم اللي في البرازيل. هنجيبه من البرازيل يلعب في غزل المحله عندنا هنا. وطبعا هم واثقين فيها عشان حاجه مهمه جدا. اولا لان تحرياتنا اثبتت انك رفضت التعاون مع العصابه وسبت الكباريه. يعني دي كده رقاصه تستحق كل الاحترام
والتقدير، زي الرقاصه بتاعت رد قلب. جاي امتى؟ ما بعتليش. حلمي اخوك الحقيقي مش جاي، في ضابط بوليس سوري هيحل مطرح اخوك ويمثل دوره. ده ايام الوحده بقى مع سوريا، فعادي يعني البوليس المصري والبوليس السوري شغالين مع بعض والدنيا حلوه. والجمهوريه العربيه المتحده، اي نعم يعني الجمهوريه العربيه المتحده دي انفصلت واتقسمت سنه 61 واعلنوا قيام الجمهوريه العربيه السوريه، لكن احنا فضلنا بقى الجمهوريه العربيه المتحده. متحده مع مين؟ ما لناش دعوه، احنا عاملين اتحاد على الضيق يا سيدي، انت مالك انت؟ لا، وفضلنا جمهوريه عربيه متحده لحد 71، والمشكله ما فيش غيرنا، احنا متحدين صعايده وفلاحين مع بعض كده. وبيوروها صوره الضابط السوري علشان ما تتلخبطش يعني. اتفضلي ابو حلب الدمشقي، بدك لحمي ولا دجاج؟ دي المفروض انها بنت عصمت وسمره، وعم ديورس موجود كده يعني، عامل زي رايت الكورنر كده، ملوش اي لازمه. مين يا فندم؟ نقول له مين؟ الاصول انك تقولي اسمك الاول، انت ما تعرفيش الاصول. الحق يا سمره، بنتك بتهزق حد في التليفون. اتكلم يا الست لميا. عصمت قاعد معاهم في البيت كده. منور يا عم درويش حبيبي، رجوله ومبادئ واخلاق. لميا بتكلم عصمت تستنجد بيه. انا عايزاك ضروري. انت متاكده انك عايزاني انا؟ لا تكوني مكلمه ديورس ولا يا ديورس، خد لميا عايزاك. ما بيصدق بقى، بتقول له تعالى، ياخد بعضه ويلا هوب. مش هتاخدني تفسحني في العربيه زي ما قلت؟ البركه في ماما وبابا، هم هيفسحوك. ولا ايه يا عم درويش، مش قدها ولا ايه؟ لما بنبقى كلنا سوا تبقى الفسحه حلوه. طب انت عارفه مين ده؟ يعني بتتعاملي معاه لانه ايه يعني؟ الراجل اللي عايش معانا في البيت؟ بنت عيان خليك حنين عليها، كفايه عليها اسهال الحنان اللي عندك. هبقى انا وانت يا عم درويش يعني ترضاها لي؟ والبنت بقى بتقعد تتصلبط وتقول لهم انا عيانه فسحوني. لازم اغير هوا كل يوم عشان انا بكح. ايه الوليه دي؟ شوفي يا ماما انا بكح، لازم تفتحوني عشان اخف. مثل علينا، طلع على ابوها. بابا ما بيكحش يا ماما. بس ده مش بابا يا حبيبتي، ده ممكن تعتبريه شماعه. البلطو اللي هو لابسه ده بتاع عصمت. ولمياء بتقول لي عصمت انا بطاطا تحت رجليك وبسترجاك، اخويا عمل جريمه في البرازيل، خسر من سانتو 6-0، فقتل الحكم تقريبا وهربان دلوقتي. وشريف المليونير الفاضل المحترم. لا شريف مين ده؟ شرشر ده قاعد يقول لها سمعتي وما سمعتيش، وانا اصلا ما بحبش البرازيل وكلام غريب من ده. وفي اللحظه دي بيجي لها تلغراف بيقول لها لقينا جثه اخوكي ومليانه خرام، وبتوري له صوره اخوها علشان رجالته يروحوا يجيبوه. وهو ده اكرم متداري عند جماعه كده عمالين يقلبوه، بيقلعوه هدومه حته حته. انت مش خدت منه البنطلون قبل كده؟ يا نهار اسود، هو قاعد من غير بنطلون؟ انتوا بتلعبوه شلح؟ وفيها ايه يعني؟ ناقص الكرافته ويبقى الطقم كامل. لا نسيت الطقم الداخلي بقى. وفجاه البوليس بيكبس. قال لي روح لحالك، اوعى تيجي ورانا. طب ما هو لابس بنطلون اهو، خد يا عم الحاج خد لي البنطلون، طب هات الجاكيته. والرجاله بتوع عصمت بيمسكوه. يا عم بتعمل احنا في السينما؟ بيضربهم وبيضربوه. هو بعينه. طب هو ضرب التاني، انت ماسك دماغك ليه؟ اهو ماسكها قبل ما يضرب. ده في ديلي عند الراجل ده. ايه يا عم انت بتعزم؟ معلش البنيه بتحمل بس هوبا ما جاتش. مش منطقي الكلام ده، مش منطقي. هضبه واقفه قدام، بيمسكوه في الاخر وبيقعدوا يبكسوه وبياخدوه على افندين. ايه ده ما شاء الله، ده روقكوا على الاخر. وانت ايه السعاده اللي على وشك دي زي ما تكون راجع من الساحل؟ الخناقه كانت رهيبه رهيبه يا افندينا، بس ضربناه. الضابط اللي هو عامل فيها اكرم بيشوف افندينا وبيتف عليه. تعبتينا وقفل. كده تبل افندينا يا حيوان. فبتيجي لميا وبتقول له دول معانا مش مع الناس التانيين. بتسموا ضابط مباحث في مصر على سرمايتي يا فنديكو، على سرمايتي رئيس الجندرمه تبعكم. لا يا اكرم، ده مش بتوع البسطرمه، دول عصابه مجرمين يعني. دول اصحابي اللي هيساعدوك مش الجندرمه. دول مش الجندرمه يعني، دول بتوع الشاورما، ده اللي هم الشرطه يعني. يا خيي ما كنت هيك ما كان لك هالأوان. وانت كمان ما كنت هيك، ما كان إلك شوارب، ما كان إلك هالعضلات. ما شاء الله دي اتعملت خالص يا حلاوتهم، سلاح التلميذ. بس فين بقى العضلات؟ لا الشوارب وشايفينها. وبيبدا حضره الضابط يشتغل في عصمت بقى ويقول له هو هرب ازاي من البرازيل، وبيقول له ان هو وزميله جاك سرقوا محل مجوهرات لكن جاك طمع، اتعصب عليه قتله. ما بحب فرنسا، بعد دقيقه لقيته على ارض جده، كيف قوصته ما بحب. مراد بيك لا تقوصني، يعني انت قوصته جامد يعني؟ وشرفته بكيت على جاك بحرقه وشلته ونيمته في سريره ورقدته على جنبه اليمين، من اللي حطيته على الارض؟ ده طبيعي. يا عيني على الصداقه يا حبيبي، اتأثرت قوي بالقصه. قتل صاحبه جاك، لقاه مرمي على الارض ما هنش عليه، راح واخده منيمه على جنبه اليمين على السرير، وراح مهدي النور كده وخد بعضه ومشي. هنعمل ايه بقى؟ لا وحطه على جنبه اليمين بعد ما خد الرضعه يعني بينيمه. طب ممكن توريني الباسبور اللي دخلت بيه مصر؟ لا باسبور؟ انا جاي مصر بدعوه. لحظه بقى اضطراب وصمت كده، لكن بيطلع الباسبور. طب والمجوهرات ايه واحنا كل سؤال هنقعد نعمل الشويتين دول؟ المجوهرات
ورابطها حوالين وسط، حلف لهم في المطار انه معهوش حاجه فراحوا معديينه بكل ده. قلبي لغايه دلوقتي حاسس انها حره. شو عم تعمل؟ ايه يا جدع، بحطها لك جنب البسطرمه ما تقلق. وبيطلب منه يضرب عصفور. ده عصفور ازاي ما اعرفش، ما هو انت لو تبطل تعزم قبل ما تضرب هتفاجئه. ياه، دي حاجه في منتهى العبط. محيلي احكي لك على اخوك. ما شاء الله، مفيش اهبل من كده. عصابه هبله وظابط اهبل ولميا سكر والدنيا حلوه، وربنا يديم الاونطه اللي بينا يا جماعه. شفتوني وانا بضرب عصفور على قفاه، مع ان والله ده بالنسبه له ده مساج. ده شفتوش في البيت بيدعكوا له ظهره ازاي؟ ده المدام في البيت بتمسك الكرسي الحديد بتاع دبليو ده وتروح مدياله على ظهره كنوع من المساج يعني. وعصمت بيعمل فيها انه مشي، لكن بيرجع يراقبهم. والظابط بقى حويط وعصمت عبيط بيفتح الباب. طب ما تدخل ولا هياخدوا بالهم منك. مستحيل يعني يكون حد شايفك كده. يا جماعه، حد فيكم شايف عصمت؟ راجل مختفي يعني، مستحيل حد يقدر يكشفه في الموقع الاستراتيجي ده. خلاص فهمت، حقه حق على راسي. خضتني يا عصمت. انت ايه، انت واقف هنا من بدري دخلت علينا كده فجاه ولا خدنا بالنا منك؟ يا جماعه ايه الصوره اللي عمالين تجيبوها دي؟ عصمت بيوري الاكرم مكان سري يقدر يشوف من خلاله الصاله. يا اختك كد يا لهوي، دايما تقف على المسرح وتقعد تصرخ وتقول عطشانه. ايام. ايه حكايه الكافيار والويسكي والهوست دي؟ ده عشان اخو لمي. اخو لمي؟ يا سلام، ابراهيم انت مش توليته برحمتك وتوفاه الله. برحمتك تستاهلي كل اللي يجرالك يا سمره. وبعدين انت بتغيري من ايه بقى وعلى مين؟ مفيش اي حاجه بين عصمت وبين لميا. حتى اسالي جوزك او كان واقف وشايف كل حاجه. مش كده يا ديورس؟ قول لها يا ديورس، شفتي؟ لا يعرفني ولا يعرف ولا يعرف ربنا. وحضره الضابط بيبدا مع لميا بقى فاصل من النحانيح. ده دلوقتي كويس قوي، كفايه تمثيل دور الاخت خصوصا اول ما تقابلنا. تستاهلي عليه 3 شرايط يعني شاويش. ازيك يا شاويش، عامله ايه؟ خالق الناطق الشاويش محمد. وافندينا بيروح للراجل الكبير علشان يقول له على موضوع اكرم ويوري له الباسبور. مظبوط مظبوط. ما شاء الله، عصابه في منتهى الهبل. باسبور مظبوط، شغل على ميه بيضه، مع ان دول المفروض يعني عصابه مزورين فيكتشفوا الحاجات المزوره، لكن لا، احنا الحاجات دي ولا بنهتم بيها. باسبور مظبوط، مجوهرات سليمه، ربنا معانا. وحاجزين لهم بقى اوضه لوحدهم علشان هم اخوات والمفروض يناموا جنب بعض وما يتكسفوش. انا مش فاهم ده في انهي قبيله. وهم شحوطه كده. يقول لها ايه يا لميا، في ايه مالك؟ عشان نجيب ترى اخوك يا ماما. لو ما تسوقش فيها مش معقول تنام جنبي. ارجوكي ما تسيئيش الظن بيا. ده كل ده عشان مصر وسوريا. انت ما بتحبيش الجمهوريه العربيه المتحده ولا ايه؟ طب ما ايه بقى؟ طب عشان ابراهيم؟ طب عشان خاطري؟ انا متاكد انهم بيراقبونا من الاوضه اللي هناك من خرم المفتاح. يرضيكي يعني؟ يرضيكي نتكشف؟ طب حق اخوكي؟ طب الاخرام اللي كانت فيه؟ احنا بنعمل كل ده عشان المهمه. لا، وخارج من الحمام لابس لها قميص نوم بتاعها. اوف يا بي يا بي يا بي يا بي. ايه التلوث السمعي ده؟ هو في حد معاه جوه ولا ايه؟ امال ايه اللي اوف ويا بي يا بي يا بي يا بي؟ طبعا هو مش عايز يستغل الموقف وبيقول لها انا هنام هنا على الشيزلونج ده. وبيقعدوا بقى يتكلموا عن الشغلانه الصعبه والمخاطر وازاي واحده تستحمل واحد حياته خطر بالشكل ده. مش انا غلبان بالله عليكي؟ لكن فجاه عصفور بيجي يبص عليهم فبيقوم يهب يقول لها لا 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 كده المهمه هتبوظ. الجمهوريه العربيه المتحده افتكري. وحضره الضابط بيقول لها انهم هيركزوا مع سمره. سمره اكيد تعرف حاجه عن عصمه. الوقت نفسه هتكون من صديقها اللي بيخفف عنها وتعتمد عليه وتسند راسها على صدره وتفضل. شد حيلك. كله عشان مصر والله وسوريا. وترى اخوكي طبعا. عصمت بتجيله فكره انه يخطف الساحر الهندي اللي عنده ويخلي اكرم او كمال ياخد مكانه، وبيعمل لهم عروض سحريه. الحمد لله، ان شاء الله اللعبه جايه هيعملها احسن. جرايه سمره، جرايه سمره، امسكي نفسك. مالك في ايه؟ هو لحق؟ هتجنن الناس هيغوصوا. في ايه يا سمره مالك بتبص لها كده؟ المفروض ان دي اخته وانت عارفه يعني. طب ما تقول حاجه يا عم عصمت، انت واقف في النص شبكه يعني ولا ايه؟ ولا انت هتعمل زي الحكم بتاع التنس اللي انا مش عارف هو بيقعد فوق البتاع ده يعمل ايه؟ انا احب قعده النسوان بقى، فيها بقى كلام ما فيهاش. المهم ان انا في النص. وبيشاور لسمره على واحد في الصاله علشان تنزل تجيبه. ايه هنقضيها بقى نسند دماغنا على صدر الناس؟ مش في تهريب ورانا ولا ايه؟ سمره بتنزل تسحب الخواجات وتخليهم يلعبوا روليت ويخسروا. هارد لك دار. معلش انت راجل عبيط. بتقول له انا شايفه ان حظك ماشي ما شاء الله عليك، ما تلعب تاني. كلام قلبك لكن فلوس مصري كلاست. عندك دولارات؟ شور. بتقول له طب تمام بقى، احنا ممكن نغير لك دولارات. احسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف عشان دي ممنوع. بعدين سمره كلبوش، شوف اذا كان اصحابك كمان عايزين. جنيه مصري كام دولار؟ ايه يا خواجه؟ جنيه مصري كام دولار؟ جنيه المصري كام دولار؟ يا عبصمت، صدقني يا جاك يا اخويا انا ما حالفنيش اي حظ ان انا اسمع الجمله دي غير في الفيلم ده. الجنيه المصري كام دولار؟ 2 دولار ونص. بتقولي كام يا غاليه؟ 2 دولار ونص. الجنيه المصري ب 2 دولار ونص. يا جاك
تعال شوف دلوقتي، ما بيرضوش يكتبوا العملتين جنب بعض، بقوا بيقيسوا فرق العمله بين الجنيه والدولار بالمتر دلوقتي. وعصمت بيحاول يفهم لمياء ان سمره مفروض عليه، ما بيحبهاش، ده انا مخلف منها بالعافيه والله، فرضين عليا. انا يا ستي الراجل التاني. فلمياء بتزعل بقى، لا انا عاوز الراجل الاول لا مؤاخذه. ايوه، لان في الراجل الاول. طب و درويش رقم كام في العصابه دي؟ ده الراجل المقطف صح؟ وبيقول لها تنزل تساعد اختها سمره في النصب على الاجانب. الله الله، وانا كل لما اسيب درويش واجي لك الاقيك مع واحده؟ ايه المسخره دي؟ اتفضل، ادي $3000 في 5 دقايق، انا مش محتاجه مساعده حد. يا سمره افهمي، لميا لو نزلت معاكي هيبقوا 7. برضه لو اساعدك يكون احسن، زياده الخير خيرين. احنا شغالين في مشغل. السواح اغلبهم امريكان بيموتوا في اللون الخمري، لكن الشقره اللي زيك ملهاش تاثير غير على الهنود بس. وماله هندي؟ نفر انسان، انا واحد هندي يتعمل عليا واحد عنصريه؟ سمره بتقلل من لميا، بتقول لها انت شقره ما تنفعيش غير مع الهنود، يعني اخرك تجيب لنا طبق فراخ بالكاري، مفيش دولارات. انت مفيش حد يفضل البلح الامهات اللي وقيته بقرشين عن التفاح الامريكاني اللي وقيته ب2 جنيه. يا عصمت ما تلم الفرشه دي بدل ما اجيب لك البلديه. هو كيلو الموز بكام صحيح؟ التفاح الامريكاني في امريكا مراتك ملوش سعر، بيوكلوه للبهايم، ده لما يغمق ويعطل. اوزن 4 كيلو عنب الله يبارك لك. تعالى يا اكرم، تعالى شوف خناقه بين البلح الامهات والتفاح الامريكاني. بص يا صاحبي، بص الفلوس المصري عامله ازاي، ماسك ورق جرايد في ايده. عصمت بيدي فلوس لاكرم علشان هو شايفه يعني لابس هندي، فاعتقد انه راكن الفيل بره علشان يتطرق كده ويسيب لاخته. فاكرم بيقول له طب واللبس اللي انا لابسه والدقن والشغل اللي انت شايفه ده مين هيلبسوني وانا وحداني؟ انت روح لديورس وخده في حضنك. ها، وكمال جايب زميله حظابط حسام وبيتقابلوا في المكان اللي هم قاعدين فيه عادي، يعني في الفندق كده. مش معقوله يعني يكونوا بيراقبونا ولا يكونوا بيراقبونا؟ لا لا لا، بعيده يعني. وبعدين حسام اصلا شكله يعني ان هو معاهم في العصابه. وعصمت راجع وسمره رافعه الشبشب ابو ورده وبتقول له توك ما شرفت يا استاذ. كنت سهران عند طنط كيمه. انت كداب، مفيش حد اسمه كيمه، والصوره اللي معاك دي فوتوشوب، كفايه افترا بقى. انا عايش معاكي في سجن يا سمره، وانت السجان اللي بيعد عليها كل خطوه، كل حركه، كل نفس. طلع الغل اللي في قلبك، طلع. والبنت الغلبانه اللي احنا كاتبينها باسم درويش دي خلاص اعتبرتها ايه، مكنسه؟ وبتقول له انت لازم تمشي اكرم ولمياء يا عصمت. يا اخوانا دي يبعدوا عننا. خلاص مشي اكرم، بس انت ايه، مفيش بني ادمين جواك. وبتبدا بقى تهدده بانها تبلغ البوليس عنه وهو وطنط كيمه، هبلغ البوليس عنك وعن اخوها وعن كيمه. اضرب اضرب، ما انت مفتري، اضرب ما انت قادر، اوعي انت يا بنت بدل ما تتخبطي. شفتي مش قلت لك اوعي؟ تحس ان هو ضاربها قاصد بقى. اصل معلش يعني، بص انت ايدك فين ووش سمره فين وانت بتضرب فين؟ بعد الرجوع للفار دي ضربه جزاء. الحمد لله فرصتي وجات لي والبت قدام السلم، خدي. بس ما شاء الله نحب نحيي البنت الصغيره انها عملت المشهد بنفسها من غير دوبلير. ما شاء الله. احمد السقا يا اخواتي. يا منى، منى حد يلقفها من تحت يا اخوانا. يا درويش انت عديم القيمه والنفع. ردي علي يا ماما ظهري. ايوه يا حبيبتي شفتك. قومي يا حبيبتي. لا يا ماما ظهري يوجعني. من ايه؟ انت عماله تفرك في البيت اللي لسه واخده السلم كله ازح على ظهرها. يا ظالم يا مفتري، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وطنط كيمه. سلامتها مالها منى؟ اتكل على الله يا عم، انت مالكش دعوه، مشاكل عائليه. تكمنك جوزها هنا تتدخل. وعصمت بيبص كده على درويش وعصفور عمال يهزقه سمره وحرموها درويش تايلور. وبيفكر انه عنده خطه جديده لتهريب الدولارات من خلال ملك الاحساس الاوبن مايند عم ديورس رمز الذكوره. وبيقول لاكرم انه هيهرب فلوسه ويهربه على انه هندي، ونخلي البوليس في مصر يدور على اكرم بمعرفته، وفي المقابل هيقتل له حد زي ما قتل جاك ونيمه على جنبه اليمين. حنين انت ابو قلب كبير يا طعم. واكرم بياخد صوره منى وبيروح لسمره وبيقول لها زمان قلبك بيتقطع انت وعصمت. يا عيني من الصدمة، زمانه مجروح مش قادر ياخد نفسه من كتر الحزن. يا سلام قد ايه وفي واصيل وحزين. وعصفور كالعاده بيروح يرازف عم ديورس وبيقول له الكلمات المعتاده اللي هو يا جوز الست، يا جوز سمره، يا اللي مراتك افندينا بيحتضنها، يا ملك الاحساس، يا زعيم الرجوله، يا رمز التستوستيرون في الكباريه. وعصمت عمال يضحك بقى وبيشاور للرجاله عشان يضحكوا هم كمان. اضحك يالا. يوم من الايام اصاحب واحده واخليك تتجوزها لي. شفت عم درويش؟ شفت جبت لنا الكلام ازاي؟ اوبا
اوبا عم درويش اخر 4 جرام رجوله طلعوا على عصفور، فعصفور بيقول له يا ابني انت بتتف على مين؟ خد يا درويش انت رايح فين؟ يا درويش خلاص هم ال 4 جرام خلصوا ولا ايه؟ طب خد كمل الخناقه طيب. لا معلش ده كان اخره في الرجوله، هي التفه دي اخر هرمونات موجوده عنده. وبعدين نطلع نجري بقى، امسكوه امسكوه ده مجنون امسكوه. وعصفور مش عارف ليه ماسك رجل ديورس وعاوز يقلبها الناحيه الثانيه، وعصمت بيجي وبيخلص ديورس من ايد عصفور. تقول تعمل كده في واحد قد ابوك؟ هي المشكله في السن دلوقتي ان هو قد ابوه، المشكله في الرجلين اللي بقت في ظهره دي. وبيقعد بقى يضرب فيه ضرب غير منطقي كده. رجلي دي هتتكسر. الف بركه الله ينور كده، ممكن يمشي لورا. ادي نتيجه الهزار، لو كنت حشتهم من الاول ما كانتش الحكايه وصلت لغايه كده. ايه احنا كنا بنضحك. هو عصفور اللهبل بس مش فاهم انا ايه موضوع التصميم انه يلف رجله الناحيه التانيه ده. وبيقول لهم ان دي فرصتهم وممكن يهربوا الدولارات في الجيبس بتاع ديورس، وده مكان امن جدا، وكمان هيبعت للبوليس جواب يخليهم يلفوا حوالين نفسه. وانت يا سمره هتسافري انت واكرم على بيروت، وطبعا هتاخدي ديورس معاكي علشان تهربوا الفلوس. واقعد انا ولميا هنا بقى. وبيقول لي سمره ما تخافيش يا سمره، اول ما ترجعي هنتجمع مع بعض. قررت ان دي تكون اخر عمليه انتحاريه لصالح الراجل الكبير. بعدها هنستقل بقى. انا عمري كدبت عليكي؟ بعد ما تتمي العمليه وترجعي هتطلقي ديورس. حرام رجليه مكسوره هتطلقوه كده، وهنعيش انا وانتي ومنى ونشغل ديورس دادا. والجواب فعلا بيوصل للبوليس ان ديورس هيكون في فلوس في الجيبس بتاعه، علشان يشوف البوليس بقى هيعمل ايه. وطبعا البوليس ما ينفعش ما يفتش، لان كده اكرم هيتكشف ان شاء الله. ازيك يا طنط كيمه عامله ايه؟ انت ما بتجيش ليه يا طنط كيمه؟ انت طنط كيمه هي دي صورتها بعد ما ماتت، والشخص اللي عصمت عاوز اكرم يقتله هو سمره. تخيل الوليه الناقصه عاوزه تطلق ديورس، والراجل اللي مع حزبة حسام اللي هو بيراقب الكباريه ولابس في ايده خاتم بفص كبير وبيقعد يطقطق صوابعه، دي الاشاره يعني بيراقبوا افندينا علشان يعرفوا مكان الراجل الكبير. بس هو هنا بيولع السيجاره من غير المساكه، وفي المشهد اللي بعده بنلاقيه حاطط السيجاره في بقه بالمساكه. ليه بقى؟ لان ده المشهد بتاع اول الفيلم، احنا مش هنصور مشهد تاني، كفايه اللي احنا صورناه. مع انهم صوروا الحته دي تاني، يعني كانوا صوروا المشهد كله على بعض. عصمت كالعاده توه البوليس وراح قابل الراجل الكبير واخد منه الفلوس وجه مقر العصابه، واكرم هناك. بتوه بيهم البوليس وده سبب خضار في كرومبايه شويه بتنجان. ايه يا سمره مش شايفه في كرومب وشويه بتنجان؟ ما تعمل لنا محشي. والفلوس اللي البوليس بيدور عليها اهي. منور يا حس. انت كنتوا بتراقبوا مين بقى؟ بتراقبوا الراجل التاني ها دراكولا. سيروم يركب ست جولييت اللي كانت مستنياه، حاجه كده لابسه شوال انما هيتفجر من الحشو اللي جواه، وفي الضلمه تحت ظلال الزيزفون عند دوران قصر النيل ركن وهات يا غرام. وانت رافع القرايه ما شاء الله. فاكرم بيقول له ان اللي راكب وانتوا مشيتوا وراه ده بديل، لان عصمت كان معانا. لا احنا مش عارفين نشتغل مع بعض كجمهوريه عربيه متحده احسن بصراحه يعني. وفاصل بقى من المحن الذي لا داعي له، ومنى يا عين امها في المستشفى ومش لاقيين لها علاج. احنا ما خليناش اجزخانه ما دورناش فيه، مش معقول. الادويه دي كانت بتجيلنا من بره، لكن دلوقتي ما بتوصلش علشان الحصار الاقتصادي والعمله الصعبه اللي مش لاقيينها. حتى الرحمه والانسانيه السياسه الاستعماريه بتستغلهم علشان تضغط على مصر. ده وقته يا دكتور؟ بنت عيانه مرميه على السرير قدامك وانت جاي بتكلمني في السياسه الاستعماريه؟ اعمل لك ايه يعني دلوقتي؟ يعني خلاص الانجليز واليهود متفقين على منى انت ايه اللي حصل لك؟ ايه ده في ايه؟ انتوا بتضربوها ولا ايه يا جماعه؟ اذا كنت بتحبي ماما لازم تحبي. هو في حد بيحبه؟ انا مش فاهم انت بتحبيه على ايه. ده شفتي اداها بظهر ايده شقلطها من على السلم ازاي المفتري، ضربه في ايده. منى اللي ظهرها مكسور وسمره عماله تفعص فيها. قومي يا منى قومي ما تتصلبطيش. تبادل امراض، عندها ربو بقى وعماله تكح وبيحاولوا يحشوها بقى. يا وليه قومي هتبوظي البيت. سمره وديورس مسافرين. من فضلك هي دي المركب اللي مسافره بيروت؟ لا دي لسه واصله اوروبا دلوقتي، اللي رايحه بيروت على رصيف نمر 14. وده بقى اخو لمياء. استقبلك. لميا ما عندها خبر اني جاي الهون، اصبحت مكتوب لخي ابراهيم بلبنان، اساله عن عنوانها بمصير، ما وصلني الرد حتى يوم السفر. ما ابراهيم الله يرحمه بقى مات مخربق. وبعدين هو مش قال لها دي المركب اللي جايه من اوروبا والمفروض ان اكرم كان في البرازيل؟ ايه مالناش دعوه. وبتوع الجمارك بيسحبوا سمره وديورس علشان يشربوهم قهوه. متشكرين مفيش لزوم. ايه اللي مفيش لزوم واحنا بنعزم عليكم؟ تعالى يا ديورس اسحبوا الراجل ده، الحقيقه يا صبره انا بتشفط. مصريه؟ افتكر كده. والله مصر حلوه كتير. معلوم. امال لو شفت الاهرامات بقى. وبيقولوا لديورس احنا بقى بمناسبه انك متجبس هنفك لك الجبس. شيلوه. ايه يا ديورس الشياكه دي؟ انت مسافر بالبيجامه ما شاء الله، مسافر تعرنا في بيروت؟ لا وبص الدكتور ما شاء الله بيقطع بسبوسه مش رجليه مكسوره يعني وكده. فك انت هتتصلبط. فك مهربين ايه يا اعداء البلد؟ اوعى رجليك المكسوره دي كده، اوعى كده. فين الفلوس؟ الجبسه
فيهوش حاجه ابدا. ما فيهوش حاجه؟ شقوا رجلين نصين الراجل ده. مخبي الفلوس فين يا ديورس؟ ما تخلينيش اعملها معاك. يا حضرة الظابط اطمنت؟ يا هانم احنا مستعدين نعمل له كبيره ثانيه دلوقتي حالا. يستحيل تلمسوه، كفايه كده. اديني حاجه بالدكتور بتاعي يا سامر. ايه ده انتوا هتودوه كده؟ انت هتنزل؟ انا هطلع جري على الدكتور بتاعي. ايه ده؟ مفيش في قلوبكم رحمه ولا حته لحمه؟ اكرم ايوه ما شاء الله عاملين فضيحه يا اكرم يا اكرم. ومفروض يعني البوليس بتاعنا مش مراقبين اكرم اللي هم جايبين بديل ليه؟ المفروض نتابع حركته ونعرف هو فين. والله مصر حلوه كتير. والله انت ما فاهم حاجه. والخطه بقى انهم يجبسوه تاني، بس المره دي يحطوا الفلوس. وطبعا البوليس مش هيفكر انه يفك الجبيره تاني مرتين في يوم واحد، ده حتى البيجامه تتوسخ كده. وسمره بتكلم المستشفى بيقولوا لها ما حدش جه، وعصمت سايب البيت لوحدها، وبنتك عامله دوشه وازعاج وحاجه تقرف ولازم تخش العمليات دلوقتي. فبتقول لي ديورس خليك انت مع الجبس بتاعك ده ببيجامتك دي وانا هروح اشوف البيت. انا عاجبني ان كمال وحسام بيتقابلوا في الكازينوهات كده عادي وبيتحركوا بمنتهى السهوله، الناس كلها شايفاهم. يعني هيعملوا معانا ايه؟ ده احنا الحكومه هنخاف من شويه مجرمين ولا ايه؟ لا وسبحان الله العربيه اللي راجع فيها سمره بتقف قدام الكازينو اللي كان فيه حسام وكمال. ايه ده؟ مين ده؟ ده هو اكرم يا زلمه، يقبرني ربك. يفتحوا وجع صفري شد حيلك. هو انت المره دي تجيني بجزمه في ايدك، المره دي هاجي لك بابني القديمه في ايدي. لا وفين يهزروا كمان ما شاء الله. وسمره بتشوف كل حاجه. كان دايما يقول لك الضابط المفروض يكون واعي بالمحيط اللي حواليه، ودول واقفين في نص الطريق وفي عربيه وقفت قدامهم فيها سمره وعادي جدا. بتروح سمره بتلاقي البت منى مبهدله على الاخر. لا وقال ايه احنا مأمنين الطريق وبنظبط كل حاجه عشان نتاكد ان الكباريه مفيش حد قدامه، لكن مش عاملين حسابنا بقى ان اكرم اخو لميا الحقيقي جه الكباريه واحنا ولا عارفينه. زبون عادي تقدر تنزل. ده زبون عادي يعني، مش اكرم اخو لمياء ولا حاجه. يعني احنا المفروض نكون موزعين صوره على كل اللي شغالين في المهمه، والمفروض يعني كمال اللي هو عامل شخصيته يكون عارف شكله، لكن اكرم الحقيقي بينده على كمال وبيساله، وكمال بيبص له كده ولا بيعرفه. يعني ما وريناهوش صوره الشخص اللي هو بيعمل شخصيته، يعني دي حاجه مش مهمه. خلي عمومي على الشمال. نورت مصر حبيب قلبي. مين ده؟ ولا شفته قبل كده. والمفروض ان عصمت واخد لميا ورايح علشان يفرجها على الرجل الكبير اللي بينور في الضلمه، واكرم واقف قدام صورتها بيشرب سجاير. يا اختي يا سلام. وبيمشي بقى عكس الاتجاه، يعني المدخل قدامه اهو اللي هو كان بيسال عليه عادي، في الوقت اللي لميا خارجه فيه مع عصمت. يا محاسن الصدف. واكرم اللي هو المزيف اللي هو كمال بيحاول يفتح شنطه عربيه عصمت علشان يروح معاهم ويعرف مكان الراجل الكبير، بس الشنطه مش عايز تفتح. الشنطه مش عايز تفتح. الله يخرب بيتك يا طلبه، الشنطه مش عايز تفتح. يا نهار اسود، ده احنا هنتمسك وهناكل علقه دلوقتي. الحمد لله فتحت. فبيدخل وبيقفل على نفسه، وعصمت بياخد لميا وبيطيروا. لكن في البيت بقى بيقول لها ان الراجل الكبير مش جاي، بيكح وعنده برد. اعتذر داخل دقيقه. اعتذر؟ شيت. طب امشي انا بقى واسيبهم ولا ايه؟ عصمت تتسعر ويقول لها لا الراجل الكبير ما جاش، انا بنور في الضلمه. بسم الله. فبيدخل عليهم كمان رافع السلاح وبيقول له كده تطعني في شرفي؟ بتعتدي على اختي؟ ينفع كده؟ صلح غلطتي. انا عاوز اعرف ايه اللي جابك من اسكندريه من غير شنب ودان؟ ايه اللي خلاك تعرض نفسك للخطر ان البوليس يشوفك كده ويقبض عليك؟ يا عم اقعد ساكت، ده المهمه اتخربقت خالص. فسمره بتيجي من فوق في اداء مسرحي وبتقول له انا هقول لك يا عصمت، انا واكرم بنحب بعض. ما تستغربش يا عصمت، المفاجآت الليله دي كتير. لا يا سمره. انا مش متفاجئ، ده الحمد لله. انت كنت فين يا راجل من بدري؟ وبتقول له ان اكرم كان هو الصدر الحنين اللي كان بيطبطب عليها وانت نايم في العسل، وانها جت من اسكندريه علشان منى اللي انت قلت انك هتروح تقعد جنبها يا كداب. كفايه ان انت اللي مدحرجها من على السلم. فعصمت بيدخل في نوبه هستيريه من الضحك. سمره بتقول له اضحك. اضحكك كمان؟ منى ماتت يا عصمت. منى بنت درويش؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله يا سمره. بص بقى سمره بتقول ماتت 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 3 مرات وبتنزل زحلقه على الدرابزين. للاسف مفيش حد يسقف. ما تسقف يا عصمت. وبتجيله مكالمه بتقول له احنا خط الفرفشه. سمعناك بتضحك يعني، ما ايه النظام؟ وبيقول لهم البيت بيتكم يا جماعه، يعني هفن. انا طلبت ديورز عشان يجي، المفروض انه ابوها وبنتك لازم يطلع لها شهاده وفاه. وريفر اعملوا اللي انتوا عايزينه، انا ماليش دعوه. سمره بتقول لكمال ما تخافش يا حضره الضابط، انا هساعدكم علشان انتقم لمنى بنتي. تخيل يديها بظهر ايده، نزلها السلالم كلها دحرجه، ولولا ان البنت ماتت كان زمانها كشفتك عشان انت واقف في نص الشارع انت وحسام عمالين تهزروا. ده ايه المهمه الخريانه دي؟ ايه ده؟ وعصفور بياخد افندينا عشان يوريه المفاجاه. اكرم سكر اخو ست لميا الحقيقي.
يا ولاد سكر ضحكتوا عليا. ما شاء الله خطه ما تخرش الميه. ومشكله ان البوليس مش عارف بقى، يعني لا راقبوا الراجل ولا يعرفوا شكله ولا يعرفوا ان العصابه خطفته ولا اي حاجه، احنا في النني خالص. وطبعا عصمت بيحاول ينيمهم بقى، بيقول لهم ان كل حاجه هتمشي عادي والفلوس هتتهرب وانا هتجوز لميا واسافر بيروت ونعيش سعداء هناك في جبال الارز. وبيعمل الخدعه بتاعه البديل، جزء من اللي بيراقبوه بيطلعوا وراه، وحسام عامل ناصح بقى اللي هو فاكر نفسه هيهرب مننا، احنا هنطلع وراه بلبس المجبرين بتاعه ده، خليك انت عمال تشرب في سجاير وتطقطق في صوابعك. بيطلعوا ورا عصمت الحقيقي، وعصمت طبعا عارف ان هم ماشيين وراه، فبياخدهم في مراحيض عموميه. اظن مش معقول يكون بيقابل الراجل الكبير في مراحيض عموميه. طب ما تيجي نبص طيب. وهو بيغير لبسه وبيطلع من المراحيض وبيعدي قدامه واقفين هناك اهو، وهم ما بيركزوش معاه. بص طالما الراجل اللي ماشي قدامنا ده مش ماسك سبت في ايده بيبقى مش هو. لا معلش احنا مش شغالين جهجهوني كده، كل حاجه ليها نظام، هنقف نستنى. مع ان في واحد معدي قدامهم اهو في منطقه مقطوعه وعصمت لسه داخل، يعني المفروض نشك يعني، لكن لا طالما ما فيش ثبت يبقى مش هنتحرك. عصمت بياخد بعضه وبيركب القطر وخلاص هيروح للراجل الكبير، وهم في البلاله فين وفين بيقلقوا، بيدخلوا الحمام بيلاقوا الثبت. مش كده اتضحك علينا؟ ده هرب مننا ازاي؟ ده غريبه جدا، احنا كنا مخططين لكل حاجه. ذكي قوي. ايوه طقطق في صوابعك، طقطق يا اخويا بالخاتم بتاعك ده. والراجل الكبير بيقول له انت كشفتنا وفضحتنا، المنظمه اللي بنعمل فيها بقالنا سنين اتكشفت بسبب حبك للمياء يا سي روميو يا سكر. لكن عصمت ناوي ينتقم وهيخلص عليهم، وبيقول للراجل الكبير يستناه علشان ياخدوا العزبه ويخرجوا بره مصر. والخطه بقى انه هيرقص البوليس هيروح صحارى سيتي يستناه، لكن هو هيقابلهم في الكباريه. وعصفور بيقول لهم افندينا جاي وهننبسط كلنا. منور يا عم درويش، منور يابا، ده احنا متراقبين بقى. فبيتكلموا عادي والراجل واقف ورا الباب. وبعدين يا كمال ازاي هنبلغ حسام ان مطرح المقابله اتغير؟ طب ما تخرجي للراجل اللي واقف بره ده تقولي له يمكن يساعدنا ولا حاجه، ربنا ما يحرمكم من الهبل يا ولاد. ما تخافيش يا ست لميا، ممكن ربنا يتخلى عن مجرم زيي، انما انتم لا. ممكن تريح يا عم درويش، ريح الله يكرمك عشان انا مش طايقك والله، بجبسك بشعرك برجولتك المزيفه دي. اسكت. ولميا واقفه على المسرح عماله بقى عطشانه بوج ميه يا ولاد، حد يحدفها بقول لك. ايه اللي في ايه؟ هي زيطه؟ ما خلاص ما كفايه عطشانه. بعد ما بتنزل على المسرح بيجي لها واحد على اساس ان هو معجب وعاوز اوتوجراف واحد، وبيروح مطقطق لها في صوابعه كده ويوريها الخاتم، كلمه السر يعني انت زميل، وبيوريها الاوتوجرافات اللي الفنانين كتبوها له. فاتن حمام ويوسف وهبي، شوفي كاتب لي ايه. ورينا يا سيدي. الى عزيزي بيومي افندي، الحظ هرب من صديقك، كن على حذر حتى لا يغدر بك. يوسف وهبي. انت ايه بقى اللي بينك وبين يوسف وهبي عشان يكتب لك كده؟ فهي بقى بتكتب مكان اللقاء الكباريه وليس صحراء ست، لا تظهروا الا عند اللزوم، فاهمين؟ لا وعصفور واقف بيشرب سجاير عادي كده، يعني ما خدش باله ان ممكن تكون في حاجه غريبه وملامحها عماله تتغير وبتقرا كلام يوسف بيك وهبي. احنا اذكياء قوي الاغبياء. وبيجي لهم عصمت وهو لابس لبس مسحراتي وبيقول لهم ان البوليس كان بيدور عليه وماشي وراه، لكن هو توههم، وبيقول لهم انه هيعمل لهم عرض سحري يظهر وبان عليك الامان. تعرفه كويس قوي. مش ممكن. اكرم انت ايه اللي جابك؟ الله يخرب بيتك. اكرم يا حضره الضابط اللي انت ما تعرفش شكله، اللي وقفك قدام الكباريه. ده مستفز. خاتم اهو، مقضيينها لبس خواتم وطقطقه في صوابعكم، عملتوا لي دوشه وانا عمال اقول الزباين مالها اتهبلت ليه؟ تستاهل عشان غباوتك دي. لا وعصمت بيستغبى بقى هو كمان، بيقول لهم على الخطه اللي هو ناوي يعملها بعد ما يقتلهم. بعد ما تطلع تمشي ورايا وانا رايح للراجل الكبير، بعد ما اخلص عليكم دلوقتي هو مستنيني، انا اودي له خبركم وهو يوديني العزبه، لغايه ما يلاقي طريقه يطلعني من مصر، انا والفلوس والدولارات والمجوهرات، هديه البوليس لعصمت كاظم. حد يا جماعه كتب الخطه ولا ايه؟ الراجل عمال يتكلم يعني. وجه وقت بقى فك الجبس عشان ناخد الفلوس. عم درويش يا عسل، ايه عشان اكسر بيه الجبس وبعدين اكسر دماغك شاكوش حلو. هتتصلبط بقى وتعمل لي فيها رجليك مكسوره. بسم الله الله اكبر. فعم ديورس كان لسه فاضل عنده يعني نص جرام جدعنه، فبيغز عصفور وبيموت بقى. يعني هو الحمد لله يعني قرر ينتفض في اخر 3 ثواني في حياته، والبوليس بيكبس وضرب النار بيشتغل. ايه يا عم هتخلص العصابه. وبيهرب عصمت بعد ما كانت سمره هتديله بالاذاعه على دماغه، وبيروح ناششها طلقه في كتفها، وبينط من فوق السور على الشجره، وبيروح للراجل الكبير اللي مستنيه تحت الكوبري فوق الكوبري. اتخض، هو مفيش حاجه، هو سليم، هو اتخض بس من الصوت. ايه ازمه قلبيه؟ قتلتني.
طلقتين يا للكرم. البوليس خلاص كشف الملازم، كانت فين سري معاك؟ فما تفهمش ليه بقى عصمت بتجيله هستيريا الضحك دي في الاوقات الغلط. ايوه انا مسلمه جواب مقفول منبه عليها ان يوم ما تقتل. انت رغاء وانت بتموت يا عصمت. يعني الطنط كيمه دلوقتي عارفه ان الراجل اللي احنا مش عارفينه ده هو الراجل الكبير؟ طب ما سهله نروح نقتل طنط كيمه. انت بتسلمها تسليم اهالي كده، انت ليه رغاي؟ ليه بتقول كل الحاجات اللي بتعملها؟ كان الراجل الكبير بيقول له انا هسافر قبل ما الجواب يوصل للبوليس. لا يا حضره الزعيم، انا سبت عصمت ينفد بجلده عشان اقتله. انتوا ليه رغايين؟ ما تخلصوا يا جماعه. وانت جاي لوحدك؟ عشان نتبادل اطلاق النار يعني. كمال بياخد وقت كده يفكر مع نفسه، بيروح مطلع كام طلقه من المسدس وبيسيب طلقه علشان يجي يضرب على زعيم العصابه فيعتقد ان مسدسه خلص. فالراجل بيفرح بقى زي اللهبل وبيطلع يحتفل بيقول هيه مسدسه خلص مسدسه خلص. حياتك انتهت. يا مخادع، انت بتخم. والراجل الاول بيقع، وكمال مسافر ومش عاوز يتجوز لميا علشان ما تترملش في عز شبابها، وهو كان هيموت امبارح بسبب راجل اهبل. لكن لما بيركب الطياره بيلاقي لمياء في الطياره وبتقول له يعني انا مش هسيبك تمشي وكده وهنتجوز ونجيب عيال. اخوك يا اكرم فين بقى الحقيقي؟ يعني انت ميت لك واحد وواحد تاني كل علقه وهو ما عارفش هو بيتضرب ليه. ايه الروقان اللي انتوا فيه ده؟ وبتنزل كلمه النهايه، وهو ده اللي ما على طول يعني يا فيلم محكم، خطة محكمة وعصابة أذكياء، أو مش عارف صراحة، مش عارف ليه دي ما تبقاش سلسلة وكمان ده يبقى هو جيمس بوند يعني ما شاء الله الراجل عبقري يعني. عبقري، عمل قرارات عبقرية، تصرفات ذكية، سرعة في الحركة، سرعة بديهة، إبداع والله. بالتالي الحاجة الوحيدة اللي عرف يظبطها شوية موضوع اللبناني، غير كده احنا ما فيش بربع جنيه اجتهاد من أي حد بقى، لا من البوليس ولا من العصابة. وبكده يكون خلص الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. كان معكم صبري محروس، ولحد ما اشوفك الفيديو الجاي اقعد بالعافيه.